السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم قريشلات حلوين اقتصاديين كيتحضروا بسرعه. هذه قناه وصفات للوصفات السهله والسريعه. اشتركي في القناه باش كيوصلك كل جديد. ما بقى لي الا نقول لكم عواشر مبروكه وفرجه ممتعه. فلهاد القريشلات غادي نحتاجو في اناء معلقه كبيره ديال الزبده، وغادي نحتاجو كذلك كاس ديال السكر، وغادي نحتاجو كذلك قبصه ملح، ومعلقه صغيره ديال الفانيلا اولا سكر الفانيليا. صافي غادي نخلطوا الكل مع هذاك المرسو ديال الزبده، وغادي نضيف بيضه واحده وغادي نخلطوا الكل كيف ما كتشاهدوا في الفيديو. ومن بعد غادي نضيف كاس ديال الماء. دائما الكاس يعني باش كنعبروا مكونات اخرين، هو باش كنبقاو كنعبروا المقادير كلها. هنا غادي ندير كاس مع مرش ديال الزيت، نخلط الكل، ومن بعد غادي نضيف 2 معالق كبار ديال النافع، هنا راه طحنته، وغادي نضيف 2 معالق كبار ديال الزنجلان. غادي نخلط الكل، ومن بعد غادي نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه، وغادي نضيف معهم خماره ديال الحلوى اولا معلقه صغيره ديال الخميره. صافي غادي نضيف الدقيق كيف ما قلت لكم بالتدريج حتى كنحصل على عجين اللي هو متماسك، يعني ما خفيفش وما ثقيلش ولا ما قاصحش. هذا هو القوام ديال العجين اللي خصنا نتحصلوا عليه. كنضيفوا دائما كيف ما قلت لكم الدقيق شويه بشويه حتى كنحصلوا على هذا العجين هذا. صافي ومن بعد غادي نقطع العجين ديالي لهكايا حريبلات، غطيوهم بالبلاستيك الا ما غاش تزربوا على العجين غطيوه. اما هنايا غادي نزرب على العجين فغنخليه هكاك. غادي نحرب لهم حريبلات كيف ما كتشاهدوا معايا في الفيديو. هنا غادي ندير الطريقه الاولى كيف ما شفتوا معايا في الفيديو. كاين واحد الصحن ديال القريشلات يعني في شكل، والاخر مقطع في شكل. فالطريقه الاولى غادي ندير هاد الحريبلات هادي. غندير واحد البلاطو اللي غادي يدخل ليا المجمد، غادي نفرش فيه يعني بلاستيك الغذائي، ومن بعد غادي ندير فيه هاد الحريبلات هادي. فاش غادي نسالي غادي نغطيه تاني بالبلاستيك، وغادي ندي يعني البلاطو ديالي للمجمد. فهذه الطريقه الاولى. غادي نشارك معكم 2 طرق ديال الطهي. صافي هنا غادي نغطيه بالبلاستيك كما قلت لكم، وغادي ندخلو للمجمد تقريبا ساعه. صافي وهنايا الطريقه الثانيه مباشره بعد ما كنحرب الحريبلات ديالي، يعني هنايا الكميه المتبقيه، فمباشره كنحطها في اللاطه ديالي المفرشه بورق الطهي. هذه طريقه اللي هي سريعه، فاختاروا نتوما الطريقه الانسب لكم. صافي بعد ما درت هاد الحريبلات كامله في اللاطه ديالي، غادي نهز واحد السكين وغادي نقطع ديك الساعات. من بعد راه غادي تشوفوا الفرق ديال هاد الحريبلات اللي مقطعين بهذه الطريقه والاخرين اللي غادي نهزهم من المجمد. صافي غادي نقطع بهذه الطريقه كيف ما قلت لكم. هنايا في هذا الاثناء راه كيكون الفران ديالنا كيسخن، وغادي ندخل ليه هاد اللاطه هادي، وغادي نقص العافيه مزيان. انا كنشعل الفوق والتحت وكنقص العافيه وكنخدم الفرفاره باش توزع الحراره على الفرن كامل، اولا كتوزع الحراره على اللاطه ديالنا كامله. يعني القريشلات ديالنا كيطيبوا هنايا بعد ما طابوا واحد شويه، فهما كيتحلوا بكل سهوله. هنايا غادي نحلهم باش يعني يطيبوا من الجوانب اخرى. صافي هنايا غادي نحلهم كاملين وغادي نعاود ندخلهم يطيبوا كما قلت لكم، يتحمروا مزيان من الجوانب. هنا بعد ما حليتهم راه غادي ندخلهم تاني يتحمروا مزيان. وهاد البلاطو اللي خرجت من الفريزر اولا من المجمد، هذا هو الشكل ديالهم فاش كتقطعوه، فاش كيجي يعني مقاد ماشي بحال الاخر. هذا هو الفرق. يعني هادو كيكونوا في قيقساط اللي هما يعني الشكل ديالهم مقاد، والاخرين فراكم شفتوا الشكل ديالهم. مباشره بعد ما قطعتهم بطبيعه الحال غتحطوهم في اللاطه باش ان شاء الله يدخلوا للفرن.
صافي هنايا غادي نكمل بنفس الطريقه، وغادي نقطع الحريبلات ديالي كاملين وغادي نستفهم في اللاطه. شوفوا هذا الشكل هو اللي قطعناه اللي كان في الفريزر، وشوفوا هذا الشكل اللي قطعناه بطريقه عشوائيه. هذا هو الفرق يعني ملحوظ في الفيديو. الصحن اللي على اليمين هو اللي مقاد الشكل ديالو، اما اللي على اليسار فهو عشوائي. فكان هذا فيديو اليوم، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. الى عجبكم ما تنسوش اللايك واشتراك باش كيوصلكم كل جديد. مع السلامه الى الفيديو المقبل ان شاء الله. عواشركم مبروكه.